انت عارف ان كفار قريش كانوا مؤمنين بربنا؟ مش بس مؤمنين، كانوا عارفين ان هو الخالق وهو الرزاق وهو اللي خلق السماوات والارض. ولو سألت واحد فيهم في اي وقت مين اللي خلق الكون هيرد عليك في لحظة ومن غير اي تردد: الله. بس بعد ده كله كانوا بيعبدوا اللات والعزة وهبل واصنام تانية كتير حوالين الكعبة، لدرجة ان حوالين الكعبة كان في اكتر من 360 صنم. انت متخيل؟ وده يخلي الواحد يسأل نفسه: ازاي يبقى في حد مؤمن بربنا ويعبد حاجة تانية معاه في نفس الوقت؟ وازاي ناس عايشين معانا دلوقتي مسلمين وموحدين بالله ممكن يقعوا في نفس الفكرة دي بشكل او باخر؟ وقبل ما تقولي ده كان بيحصل زمان وناس دي مختلفة عننا، استنى معايا للاخر، عشان صدقني اللي كان بيحصل زمان ممكن يكون بيحصل دلوقتي بس بشكل مختلف. الأصنام اللي كانت موجودة أيام قريش اللي هي اللات والعزة وهبل وكل الأصنام دي، الناس دي ما صحيتش فجأة من النوم كده وقررت إن هي هتعبد حجر يعني، لأ. الموضوع ده أخد سنين. الموضوع ما حصلش بالشكل الساذج ده. اللي حصل كان أبطأ وأهدى وأخطر بكتير قوي مما تتخيل. الموضوع بدأ بحب. كان في ناس صالحة بتعبد ربنا وبتتقيه، والناس كانت بتحبها لأن هم فعلا كانوا يستاهلوا ده. ومع الوقت الناس دي ماتت، فالناس اللي بعدهم بقى حسوا إن هم فقدوا حاجة كبيرة قوي. فبدأت الفكرة البسيطة دي: نعمل لهم تمثال نفتكرهم بيه، مجرد ذكرى يعني. ومع الوقت جيل يجي وجيل يروح والناس الجديدة ما هياش عارفة أصل الحكاية. كل اللي هم شايفينه تمثال ليه هيبة والناس واقفة قدامه بقمة في الخشوع، فبدأوا هم كمان يعملوا نفس الحوار. وبعد فترة التمثال ما بقاش مجرد ذكرى، بقى وسيلة، بقى حاجة الناس شايفة إن هي بتقربهم من ربنا أكتر. بقوا بيتقربوا من ربنا من خلال الأصنام دي لأنها بتمثل الناس الصالحة اللي كانت قريبة من ربنا. فكرة منطقية مش كده؟ ومع الوقت الواسطة نفسها بقت هي الأساس. الناس نست إن هي ممكن تعبد ربنا من غير أي وسيط، والأصنام دي بقت هي الأساس في عبادة ربنا، لغاية ما وصلوا إن هم يسجدوا لها. وعدت مئات وآلاف السنين لغاية ما بعث سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الوقت ده كانت الكعبة حواليها أكتر من 360 صنم من مختلف القبائل العربية، لكل الناس دي بتسجد لها. اللي حصل ده ما حصلش في يوم وليلة ولا حتى في جيل واحد، حصل ببطء شديد جدا، خطوة صغيرة ورا خطوة. والناس ما كانتش شايفة ان هي بتتحول من عبادة ربنا للشرك، بالعكس كل جيل كان شايف ان هو بيعمل الصح وان هو بيتقرب لربنا بطريقة العبادة اللي هو بيعملها دي. في الاول مجرد ذكرى، بعد كده بقت وسيلة، بعد كده ما بقاش ينفع نتقرب لربنا غير من خلال الأصنام دي. وده بقى بالظبط اللي ممكن يحصل لأي إنسان من غير ما ياخد باله. من فترة كده كنت بتفرج على حلقة للدكتور نايف بالنهار على بودكاست بدون ورق، ونصيحة لو ما شفتش الحلقة دي روح اتفرج عليها، هتغير تفكيرك 180 درجة. قال فكرة خلتني أقف مع نفسي شوية. كان بيقول إن الحرية في الإسلام مش مجرد قيمة حلوة أو حاجة إضافية، الحرية هي الشرط الأساسي للتوحيد. يعني علشان تكون عبد لله فعلا لازم تكون حر من أي حاجة غيره. وفكر في الجملة دي: لا إله إلا الله. لا إله دي مش مجرد مقدمة، دي الفكرة كلها، إنك تنفي أي خضوع لأي شيء غير ربنا، وبعدها تبقى تثبت عبوديتك لله وحده. يعني لو قلبك متعلق بشخص لدرجة إنك مش عارف تشوفه غلط يبقى في مشكلة، ولو خاضع لفكرة لدرجة إنك رافض تسمع أي نقد ليها يبقى برضه في مشكلة، ولو خاضع بقى لهواك ورغباتك حتى لو أنت عارف إن أنت غلط، هنا دي أكبر مشكلة. عشان كده الشرك مش لازم يكون سجود لصنم، الشرك ممكن يبدأ من الخضوع. وده معنى ان الانسان ممكن يكون بيصلي وبيعبد ربنا لكن في حاجات تانية متحكمة فيه اكتر مما هو متخيل. في ناس النهاردة لو رحت قلت لهم ان الشخص اللي بيحبوه ده غلط في حاجة، اول رد فعل ليهم هيكون هجوم، حتى من غير ما يسمعوا كلامك. مش علشان انت غلط، لكن علشان الشخص ده عندهم بقى فوق النقد. وده ممكن يبقى اي حد، داعية، دكتور، مفكر، قائد، او حتى اي حد قريب منك. ولما الشخص يبقى اهم من الحقيقة نفسها لازم الانسان يقف مع نفسه شوية ويسأل:
هل أنا شايف الأمور بوضوح ولا بدأت أتعلق بشخص أكتر من تعلقي بالحق؟ وفي ناس تانية بقى مش متعلقة بشخص، متعلقة فكرة أو أيديولوجية أو منهج، والمنهج ده أو الفكرة دي بقت جزء من هويتها، لدرجة إن أي نقد للفكرة دي أو المنهج ده بيتاخد على إنه نقد شخصي عليها هي. أي حاجة ثابتة وثابتة بشكل مطلق كده بجد الإنسان لازم يخاف منها، لأن العصمة مش للبشر ولا للأفكار. وربنا بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لاحظ التعبير كده، إلهه هواه، يعني الهوى ممكن يبقى إله. الهوى ده بقى ممكن يكون شخص، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون أي حاجة الإنسان مستعد يدافع عنها لمجرد بس إن هي متماشية مع هواه. وساعتها الإنسان ممكن يشوف الحق قدامه وينكره، مش علشان هو مش مقتنع، لكن عشان هو مش عايز يسيب الحاجة اللي هو متعلق بيها. وده قريب جدا من اللي قريش كانت فيه وقتها. وعلى فكرة قريش ما كانتش ناس ساذجة وناس عبيطة ومنكوشين بالصورة اللي هم بيخيلوها لنا أو بيصوروها لنا دلوقتي. الناس دي كان عندها سياسة ونفوذ وفكر، كانوا من أكبر الناس، وقريش كانت أكبر قبيلة في الجزيرة العربية كلها. لكن مشكلتهم كانت في الآية دي، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. يعني احنا لقينا أهلنا بيعملوا كده، خلاص يبقى ده الصح. وهنا الانتماء بقى أقوى من التفكير، والعادة بقت أقوى من الحقيقة. وده سهل جدا يحصل دلوقتي، لأن الانتماء بيدي إحساس للإنسان بالأمان، بيدي جماعة وهوية وإحساس إنه مش لوحده. ولما الإنسان بينتمي لحاجة جدا بيبقى صعب عليه قوي يسمع أي كلام يهز الانتماء ده، فبيبدأ يدافع، لكن مش عن الحقيقة، بيبدأ يدافع عن الجماعة اللي هو بينتمي ليها، ومش عن الفكرة نفسها، عن إحساسه هو نفسه جوه الفكرة دي. وده كان أول طريق الشرك عند قريش. أنا مش بقول الكلام ده علشان أحكم على حد وجاي أقول إن فلان مشرك أو فلان مؤمن أو ده صح أو ده غلط، بس بجد الإنسان لازم يقف مع نفسه ويسأل سؤال مهم قوي: هل في حاجة في حياتي أنا خاضع ليها بشكل أعمى؟ هل في شخص لو حد انتقده ههاجمه قبل حتى ما أفكر؟ وهل في فكرة جوايا بقت مقدسة لدرجة إن أنا رافض حتى إن أنا أناقشها؟ مش لازم تجاوب دلوقتي، بس المهم تسأل نفسك بصدق، لأن الإنسان طول ما هو بيسأل وبيفكر وبيراجع نفسه يبقى لسه حي من جواه. ولو الفيديو ده خلاك تفكر حتى اللحظة، ابعته لحد بتحبه واعمل لايك وسبسكرايب في القناة، عشان الفكرة دي بجد تستاهل إن الناس تفكر فيها. واكتب لي في الكومنتات إيه الحاجة اللي النهاردة الناس بتتعامل معاها على إنها فوق النقاش.